عاملين ايه؟ انا اعتبروني عايمه في ميه البطيخ. انا مش عارفه اي حاجه. يعني دلوقتي المفروض هنبدا دراسه كثانويه. هنبدا دراسه شهر 9. 9 ايه معرفش، بس احنا هنبدا 9. انا ما بداتش دروس، ما حجزتش، لان انا للاسف انا ما اعرفش منهجي داير فيه ايه. يعني انا دلوقتي المفروض ابدا دروس. الدروس بيقولوا انها هتتشمع، بس هي شغاله، بس بيقولوا على اول شهر تشمع. طب لو ما اتشمعتش، هل كده بقى انا مش هعرف احجز؟ وبرضو انا مش عارفه انا منهجي داير فيه ايه. طب المدرسين دول برضو مش فاهمين المنهج بتاعنا داير فيه ايه، هيدرسونا ازاي؟ ايه ناويين تعملوا فينا ايه؟ هو مش كفايه ثانوي؟ يعني ثانوي علينا كفايه خلاص. الوزير طلع قال كلام، في الاخر تراجع في كلام، طلع قال كلام تاني وتراجع. لا دي مش هرمونات، احنا مش في وقت هرمونات. احنا المفروض احنا ثانويه، مفيش لعب مفيش هزار. اعملوا الكلام ده في ابتدائي عادي، ابتدائي عادي جدا. انا اصلا ما كنتش بذاكر في ابتدائي واجيب 100%. والله احنا جيل غلبان عامه، احنا غلبان في وسط المجتمع ده، احنا جيل غلبان. بس انتوا تعاطفوا معانا، عرفونا دنيتنا ايه. عايزين نذاكر هنذاكر، عايزين ننزل دروس مفتوحه، ويقولوا هتتقفل شويه، يقولوا هتتفتح، وفي دروس اتشمعت، في سناتر ما اتشمعتش، ومنهج متغير، ومنهج بيقولوا ما اتغيرش. انا كل اللي اعرفه انا اخد كيمياء وفيزياء واحياء، ويقولوا احياء اتلغت وحطوا بداله تاريخ. تاريخ ايه اللي هيتحط في علمي؟ وفرنساوي اتلغى. في الاخر في قرار اتراجع فيه. يعني الفرنساوي دلوقتي معانا ولا علينا؟ بره المجموع ولا موجود؟ يعني انا هذاكر ولا مش هذاكر؟ ايه بصمه دي بقى اللي هندخل بيها المدرسه؟ يعني ايه؟ انا ايدي بتعرق دلوقتي، لما اجي ابصم هقعد ساعه ونص عبال ما ايدي ما تنشف عشان ابصم لكم عشان ادخل الدرس ولا المدرسه؟ حاجه غير منطقيه. افرض واحد صبع مقطوع اسمه اسماعيل، هيدخل ازاي المدرسه؟ يعني حاجه بجد مش في المنطق. ليه ما تجيش تقول انا لغيت وعملت وسويت وفي بصمه وما فيش مجتمع لسه ما تسلموش التابلت. انا والله في مدرستي لسه ما خدتش التابلت لسه. انا لسه ما خدتش التابلت، انا بمتحن ورقي. بصمتي اللي بتتكلموا عليها، باب المدرسه مش عايز يتصلح بقاله 3 سنين، انتوا بتتكلموا في ايه؟ الوزير دخل دربك لنا الدنيا. طارق شوقي، احنا كنا نبوس ايدينا وش وظهر لما كان موجود. احنا نستاهل الضرب، والله نستاهل الوزير ده عشان احنا اتبطرنا عنها.